اللي هيعرفنا تفاصيل أكتر عن هذه الحادثة المؤلمة. هنروح للقصة اللي قلبت مصر من امبارح للنهارده، وهي قصة التوك توك وفيصل. الطب الشرعي تقريره يقدر يبين أو كان مطلوب فيه من الجهات التحقيق إنه يثبت إذا كان هناك علاقة مع هذه السيدة ولا لا. الكاميرات والأهالي لقطوا إن في توك توك رمى ولد وبنت عندهم 13 سنة و11 سنة، ومحدش فاهم الغموض اللي حصل، ايه الحكاية وايه الموضوع. أصبحت جريمة شارع الليبيني في فيصل بالجيزة قضية رأي عام، ومن المتهم في هذه الجريمة البشعة؟ وأين اختفت الأم والطفل الثالث؟ قصة النهاردة بتبتدي بواحد ومراته بيخرجوا من شقتهم متجهين لشغلهم، بس مجرد ما يخلصوا السلم ويوصلوا لمدخل العمارة يتفاجئوا ان في طفلين مرميين في الارض. نزلنا، اول ما نزلت لقيت 2 بنت صغيرة وولد يعني 13 و14 سنة. تمام. هم مرميين فوق بعض، الولد ميت قطع النفس والبنت يعني ايه فيها النفس شوية. والناس بتتلم ويحاولوا يقلبوا في الطفلين علشان يفهموا اي حاجة ايه اللي حصل او مالهم دول. بيكتشفوا طبعا ان البنت ما زالت على قيد الحياة، لسه البنت عايشة، فبيحاولوا يكلموها. البنت ما بتنطقش غير بكلمتين: انا عايزة ابوك. فالناس بدأت تسألها: طيب مين ابوكي واحنا نجيبهولك؟ فردت البنت بآخر كلمة أو آخر اسم قدر لسانها ينطقه: أنا بنت حمادة عيد. وبدأت تدخل في غيبوبة. حاولوا الناس يفوقوها أو يردوا لها وعيها لدقيقة واحدة تقول لهم مين حمادة عيد، لكن مفيش أمل. البنت فرقت الوعي تماما، في نفس لكن نفس في جثة همدانة، واخوها مفارق الحياة اصلا. وفي وسط اللهوجة والهيصة دي، وطبعا في ناس بتتصل بالشرطة، بيعدي واحد بتوك توك يلقى زحمة فينزل: ايه يا جدعان في ايه اللمة دي؟ فيقولوا له ان الناس لاقيوا طفلين مرمين في مدخل العمارة. يتفاجئ ان الطفلين دول هو عارف ابوهم، وعارف ان ابوهم بيدور عليهم من 20 يوم. فعلى طول قال لهم انا عارف ابوهم، واتصل بيه او راح له. المهم انه جاب الراجل فعلا، والراجل جه شاف الصدمة. بس الصدمة في اللي قاله لما شافهم. الراجل قال ايوه ده ابني ودي بنتي، بس لسه في ابن تالت اصغر منهم مش لاقيه، وامهم كمان انا مش لاقيها. طبعا في خلال الوقت ده كانت الشرطة وصلت، فاخدوا البنت واخوها، والاب اخدوه على الاسم. البنت واخوها راحوا بيهم على المستشفى، بس في خلال دقايق كانت البنت كمان فرقت الحياة، ودخلوا الاتنين المشرحة. ولحد هنا نبقى عرفنا مصير الطفلين دول، لكن لسه عايزين نعرف الاب. قال ان في طفل صغير وفي ام، طب هم فين؟ بالتحقيقات بتاع الشرطة مع الاب قالوا انه يوم 4/10 اللي احنا فيه 4/10/2025 حصلت بينه وبين مراته مشادة كلامية كده وبتاع بسبب ظروف الحياة وسوء الاحوال المادية وكده. فمراته قالت له ان انا هسيب لك البيت وهرجع عند اهلي في المنوفية. هم عايشين هنا في فيصل، تحديدا في منطقة اسمها منشية البكاري. المهم ان الراجل بيقول انه نزل فعلا من البيت في اليوم ده، ولما رجع لا لقى مراته ولا عياله، فتلقائيا قال ان هم اكيد راحوا فين؟ عند بيت ابوها. عدى اليوم عادي، وتاني يوم اتصل باهلها على اساس يعني يحل الموضوع ويرجع مراته. لكن الصدمه الجديده انه لما بيتصل باهل مراته بيقولوا له انها ما جاتش اصلا، وده اللي خلاه يشك ان ممكن يبقى حصل لهم حاجه في الطريق، حادثه او العربيه يعني حاجه كده. فعلى طول طلع على اسم الهرم، عمل محضر بتغيب مراته وولاده ال3. وطبعا لما هتعمل محضر زي ده، الشرطه هتبتدي تدور بقى في المستشفيات وفي الاماكن اللي ممكن يكونوا فيها. لكن عدى اكتر من 15 يوم تقريبا، ولسه الشرطه ما لقتش اي معلومات عن الاسماء اللي هو ملى بغيابها دي، لا مراته ولا اولاده. ومشيت الايام طبيعي على كل الناس طبعا، الا الراجل المكلوم في اولاده ومراته مش لاقيهم، لغايه ما بيحصل الموقف اللي حكيته لك في الاول، الناس اللي لقوا طفلين على باب العماره. ومن هنا بدا الموضوع يتغير. الموضوع ما بقاش مجرد ان ست زعلت من جوزها وسابت البيت ومشيت، لا كده في مصيبه اكبر، في طفلين فرقوا الحياه، وفي ام وطفل صغير اكيد حياتهم في خطر. فتبتدي الشرطه تفرغ الكاميرات وتحاول توصل لايه اللي جاب الطفلين دول هنا. وهنا بيظهر اصعب واقذر موقف ممكن تشوفه، موقف التوك توك اللي بيقف قدام مدخل العماره وبينزل منه واحد مش عارف اوصفه لان وصفه هيبقى صعب والفاظ ما تنفعش تتقال. المهم انه بينزل الشخص ده من التوك توك وبيجر العيال زي ما انت شايف، طفل خلصان في ايده بيدخله، ويرجع ياخد الطفله ويرميها جنب اخوها، وعادي جدا بيركب التوك توك وبيمشي.
وطبعا المشهد ده كان 60-70% من حل اللغز بالنسبة للشرطة. الشوارع كلها مليانة كاميرات، وبما ان المشهد ده موجود فهنا البداية والنهاية كانت هتبقى بالوصول للتوك توك، هو وقف فين. وفعلا الشرطة تتبعت التوك توك ووصلت له، واول ما جابوا سواق التوك توك ده وقالوا له انت عملت كذا كذا ورحت في المكان ده ونزلت اطفال، قال لهم حصل، ده عم رمضان اللي شغال في محل الادوات البيطرية وكان معاه طفلين تعبانين وراح وداهم عند جدهم. فهنا وضح للشرطة ان التوك توك ملوش ذنب او حتى سواق التوك توك، هو مجرد حد جابه وقال له تعالى وديني المشوار ده. فدور بسواق التوك توك هنا دلوقتي تعالى هات لنا رمضان. وبالفعل راحوا وجابوا رمضان ده وبدأوا يحققوا معاه، واللي انا شخصيا مش مقتنع بكلامه قوي، لان رمضان قال انا ماليش ذنب، ده استاذ احمد صاحب المحل اللي هو شغال فيه، هو محل ادوات بيطريه. المهم ان قال لهم استاذ احمد اللي قال لي ودي الطفلين دول العماره دي عند جدهم. معلش يعني زي ما بيقولوا لو اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل. لو انت مودي طفلين عند جدهم وانت مالكش ذنب او انت بريء، في حد بيودي طفلين مش فاهم ان الطفل اللي في ايده ده قاطع النفس، مش حي اساسا، ولا حتى ملاحظ ان اللي في ايدك دي كبنت بتفرفر؟ هل من المنطقي انك لما تودي طفلين لجدهم تدخل مدخل العمارة ترميهم على الارض كده زي ما شفناهم في الصورة وتمشي عادي كده؟ انت اديت الرسالة، راجل امين قوي وصلتهم. ما علينا. المهم انه لما قال للشرطة كده فالشرطة قالت له لا استنى انت كمان على جنب، هات لنا استاذ احمد صاحب المحل ده. لما جابوا عم احمد ده، هو مش عم ولا حاجة، الله يحرقه مطرح ما هو موجود دلوقتي. المهم انه بكل سهولة في التحقيقات قال لهم ايوه انا اللي خليتهم يعملوا كده. طب ليه عملت كده؟ وفين الام وفين الطفل؟ وهنا هتظهر بشاعة الإنسان تاني، لأنه حكى الحكاية من أولها، والحكاية من أولها إن المفروض إنه كان على علاقة بالست اللي هي أم الولاد دي. وعلشان بس الناس اللي بتخوض في الأعراض وبتتكلم وخلاص، هو مش على علاقة وحشة، هو كان على علاقة مودة، اللي هو عجباه وعجبها وكده، وهي زي ما انت فاهم طهقانه من عيشتها والاحوال الماديه زي ما قلت لك في الاول. فالله اعلم اذا كان لعب على الحته دي او على غيرها. المهم انه اقنعها ان هي تتطلق من جوزها وهو هياخدها ويتجوزها ويعيش معاها. وبالنسبه للولاد كان موافق جدا ان الولاد تبقى معاها، ده اللي هو بيقوله مش ده اللي حصل. المهم ان الاخ ده بيقول لك لما جت عندي وبعيالها واجرت لها الشقه دي وقعدت فيها، تخيل انه بعد 2-3 راح جاب بعض المواد الكيميائيه اللي هي بتبقى حاجات بتموت الحشرات اللي في جسم الحيوانات وكده، وراح حطها لها في عصير وشربها. طبعا كان هنا دور الشرطة. طب ليه يا ابني عملت كده؟ قال لهم اصل انا اكتشفت انها سيئة السمعة وانها على علاقة برجالة تانية. لا والله، دي يعني عارف لو هنعتبرها كده فعلا وهي سيئة جدا وإنسانة الله يرحمها يا رب، هي عند ربنا دلوقتي، انت واخد واحدة من جوزها، هي باعت جوزها أبو عيالها، ده لو على كلامك صح. فإيه المفاجئ بالنسبة لك إن هي تبيعك؟ إيه الصدمة في إن هي طلعت خاينة وهتخونك؟ ده غير إن هي ما لحقتش، انت بتتكلم في أسبوع يا عم بالكتير، لحقت في أسبوع عندك بتكتشف كل ده. ما علينا، ده رأينا، لكن خلينا مع كلامه. بيقول إنه بعد ما حط لها المواد الكيميائية دي في العصير وبدأت تدخل في حالة الإعياء اللي هو خلاص يعني شخص بيتسم، خدها وطلع على مستشفى القصر العيني، دخلها هناك وسابها ومشي. فحد يجي يقول لي طيب ما هو في محضر معمول باسمها، المفروض لما دخلت القصر العيني هيتعمل محضر بحالتها فتتعرف مين دي. هقول لك انه لا، كان أذكى من كده شوية. الأخ لما خدها وهي خلاص بتخلص في الروح وراح حطها سلمها للقصر العيني، جاي يقولوا له مين دي؟ قال لهم مراتي. طيب اسمها؟ قال لهم فلانة الفلانية. اسم حضرتك؟ فلان الفلاني. الاسماء اللي هو قالها اسماء مش موجودة اصلا، بس طبعا لانها حالة طوارئ وفي شخص مسموم بيموت فالمستشفى ماشي يسجل الاسامي خده واجري، مفيش حد فاضي بقى وفي حد بيموت ان المستشفى تقعد تقول له بطاقتك وتسجل وبتاع. هو طبعا لعب على الحتة دي وسابها ومشي، علشان بعدها بكام ساعة الأخت بتموت والمستشفى مش عارفين يوصلوا لمين جابها أو راح فين، فبتتركن في المستشفى اليومين دول. في خلال اليومين دول هو بيرجع البيت. طيب في شقة هو مأجرها وسايب فيها 3 عيال، طب هيخلص منهم ازاي؟ يعني هيمشيهم ازاي؟ لأنه لو مشاهم الأطفال كانوا مش صغيرين. فبكل إنسانية وبكل رحمة خد الأطفال وخرجهم علشان يفسحهم، وهو في الخروجة طبيعي بقى بسكوتة بتاع على علبتين عصير، وفي نفس علبتين العصير نفس المواد اللي اتحطوا للست اللي في المستشفى دلوقتي. الطفلين الكبار بياخدوا عادي عصير وبيشربوا وبتاع، لكن الصغير 6 سنين
مش عايز عصير بتاع، مرضيش يشرب. فالراجل طبعا لقى ان الخطه كده مش كامله، في طرف ثالث عايزين نريحه زي اللي هيرتاحوا دول. اخد الطفل، اخد الكل طبعا، ورجع على الشقه، دخل الطفلين وقال لهم الصغير مرضيش يشرب وكده، فقال لهم انا هاخده واجيب له حاجه بدل العصير. دخل العيلين جوه، قفل عليهم الشقه، وخد الواد الصغير ونزل بيه. بس المره دي مش هيجيب له عصير، لان الواد شكله كده هيضايقني ومش هيشرب العصير. فهنا في المنطقه اللي احنا فيها في ترعه كبيره اسمها المنصوريه والمريوطيه، يعني ليها الاسمين. في واحده منهم الليل كويس، فيش حد، الدنيا تمام، محدش شايفني، رمى الطفل في الترعه. المهم خلص من الطفل وراح للاتنين اللي في البيت اللي زمانهم خلاص بقى. فعلا عقبال ما رجع لهم لقى الواد خلاص مفيش، لكن البنت لسه بتفرفر. راح عامل مكالمته بالاخ رمضان اللي قلنا انه شغال معاه في المحل بتاعه ده، وقال له خد دول وديهم العماره دي. اللي هو طبعا انا مش عارف ازاي رمضان وصلهم لجدهم بانه يسيبهم في مدخل العماره، لكن ده اللي حصل، وده اللي خلى الناس وهي نازله الشغل يلقوا الطفلين، فيحصل السلسله دي، علشان في الاخر يطلع لنا هذه النسخه الوسخه من الانسان اللي بيقولك انا عملت كل ده بدافع الغيرة لان اكتشفت انها بتخوني. هو باعترافه حاول يشوه الست على اساس انه كده عنده المبرر للي هو عمله، وطبعا مفيش مبرر. انا عايز اقولك انه جوزها نفسه حلاله لو اكتشف ان هي كانت على علاقة بالشخص ده ما كانش من حقه يعمل اللي ده عمله الا وهو معاه 4 شهود. دي الحالة الوحيدة اللي الحكومة تقول لك خلاص دي قضية شرف وانت بريء. لكن تيجي انت تقول لي انك اتضايقت وكرامتك نقحت عليك علشان اللي بتخون جوزها معاك. هي مش بتخونه، علشان زي ما بقول لكم هي دلوقتي عند ربنا ما ينفعش نقعد نتكلم ونعبط في الكلام ونقول دي العشيق او ده لا، هي الموضوع وما فيه ان ده وعدها بالجواز وهي خلاص زهقت من حياتها مع الاولاني. بس هل ده صح؟ لا طبعا مش صح، ولا عمر ده هيبقى صح ولا حد يشجعه. لكن انا بكلمك في ان في حاجه مستخبيه، في حاجه مش حقيقه في اللي هو قاله. لان انا شخصيا بشك ان هو بعد ما راحت قعدت في الشقه دي، لان حياتها هنا اولادها اللي في المدارس دول موجودين مدارسهم في المنطقه دي، فهي قعدت في الشقه دي على اساس انه لغايه ما تخلص من مشكلتها مع جوزها مثلا او تتطلق منه، وبعدها تتجوز الاخ اللي هي صدقته. ده تخيل انا. اتفاجئت مثلا يعني ان الاخ ما كانش غرضه جواز او حاجه، انت اوكي غضبتي وجيتي هنا في الشقه الفاضيه اللي انا جايبها لك، فتعالي بقى انا عايز كده او عايز كده. هي رفضت ده، وفي الاول وفي الاخر الله اعلم، لكن انا بقول لك توقعي ممكن يبقى كده. لكن عايز تقنعني انت انك اتضايقت ان اللي بتخون جوزها معاك بتخونك. ويعني لو موضوع سيء السمعه ده هنلعب عليه او هنتكلم فيه، فانا مش هجيب لك شهاده ابوها، لأن أبوها طبيعي هيقول بنتي لا، بنتي أشرف من الشرف وبنتي أحسن الناس. لكن أنا هجيب لك شهادة أبو جوزها اللي المفروض بكلامك يكرهوها. يعني دي واحدة طلعت خاينة لابنهم، لا، أبو جوزها نفسه حماها بيقول كده. البنت دي ما فيها حاجة في مشي وبطر ولا حاجة. أنا بقى بحلف لك بالله في حالها. أقول لك إيه، هو جت في الفترة الأخيرة كانت بتشتغل الساعة الجسر، هي في دار الحج وأنا في دار البطر. البنت دي ربنا يرحمها وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللي انت سامعه ده حماها اكتر حد محروق منها دلوقتي المفروض، لان بكلام المجرم ده الست دي حرقت قلب ابنه على اولاده، حرقت قلب ابنه على كرامته ورجولته لانها خانته، وحرقته هو وحرقت قلبه على احفاده وعلى ابنه. فلما يبقى كل ده من كلامك ويجي الراجل بكل اقتناع يقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمها، فاذا في حاجه غلط، في حاجه في كلامك مش حقيقيه. يعني انت اعترفت انك عملت كل ده، وده شيء يعني ده يعني عارف اللي هو ايه، ده سبب يخليني ما صدقكش. اصل هل من المقنع والطبيعي ان انا اصدق واحد خدوا الاجرام انه يكره واحده في جوزها ويخليها تسيب بيتها وخدها وبعد كده عمل فيها اللي عمله ويعمل في اطفال كده، وفي الاخر انا اقول هوبا دي خاينه وبنت كذا وكذا؟ مين اللي قال لك؟ اصل هو قال. هو مين؟ هو ده مجرم، هو ده
اللي هو ده يعني ما ينفعش اسمع له. ما يقولش انا كنت عاشقها فانا اروح اقول العشيقه والعشيق، لا. فربنا يكفينا شر الانسان، ويا رب يا رب الفيديو الجاي نكون بنتكلم في تفاصيل جديده عن الموضوع ده، بس تنصف الست اللي ماتت بايا كانت التفاصيل، انا ما اعرفش ممكن تكون ايه، وفي نفس الوقت نكون مبسوطين ان اتحكم بالاعدام على الانسان ده. والسلام عليكم.